انا في الفيديو ده تقريبا كده هحكي خلاصة تجربتي لاخر 6 سنين. في الفترة دي أنا جربت كل الابلكيشنز دي، منها ابلكيشنز بتعلمك لغة من الصفر، وابلكيشنز تانية لممارسة اللغة مثلا مع أجانب، وحاجات تانية للاستماع والممارسة وهكذا. ففي الفيديو ده هقول لكم على أحسن تطبيقات لو أنتوا عاوزين تطوروا أي جانب من الجوانب دي في اللغة. والميزة إن هم كلهم فيهم كل اللغات تقريبا، سواء بتتعلم أسباني أو ألماني أو إنجليزي، فهتلاقيهم موجودين في التطبيقات دي. نبدأ بتطبيقات هتعلمك اللغة من الصفر، أو مش شرط من الصفر يعني، بس تطبيقات بتعلمك اللغة بشكل أكاديمي شوية. وهنا قبل ما أقول لك تستخدم إيه فيهم، فحابب في الأول أحذرك من واحد منهم، واللي هو طبعا ديولينجو. طبعا انا بحذرك منه هو بشكل رئيسي لان هو اشهر واحد فيهم، يعني لو دخلت كتبت على جوجل تطبيقات لتعلم اللغات فغالبا ده اول واحد هيطلع لك. وانا بصراحه نفسي افهم ليه، يعني هم لو بذلوا مجهود الماركتنج بتاعهم ده في ان هم فعلا يحسنوا كواليتي الابلكيشن ويخلوه فعلا يعلم اللغه بشكل صريح، كان فعلا فرق مع الناس، واكيد كنت رشحته لك في الفيديو ده. والمشكله في الاخر ان بعد كل ده ما بقاش حتى ببلاش، هو بيعتمد بشكل رئيسي على الجيميفيكيشن، او يحسسك ان اللغه دي جيم انت بتلعبها. دي استراتيجيه كويسه جدا، بس المشكله ان من كتر التبسيط ما بقاش بيعلمك حاجه اصلا، فيحسسك انك بتتعلم لغه، يقعد يقول لك 10%، 20%، 30%، تحس ان انت خلاص قربت تخلص اللغه، بس في الحقيقه انت ما اتعلمتش. فخساره يعني تضيع وقتك فيه، واستخدم واحد من الابلكيشنز اللي هرشحها لك احسن. واللي طبعا بلا منافس اول واحد منهم هو بوسو. بيشرح بشكل منظم ومش ممل، وبيعلمك فعلا اللغه بقواعد وقوانين واضحه، غير انه كمان ليه سيستم جميل جدا في المراجعه، وانه يخليك تتكلم بعدها مع ناس نيتيفز، يحسسك ان انت فعلا بتعمل بروجرس حقيقي في اللغه دي. طبعا لازم يكون خيارك الاول وانت بتتعلم اللغه. تاني واحد بقى وهو لينجو دير. في ميزه وفي عيب. الميزه ان شرحه حلو جدا، بس عيبه انه ممل شويه، بس طبعا في الاخر هو مفيد جدا وطبعا ارشحه لك. طيب ادي كده اول فقره، نيجي بقى لتاني فقره وهي الابلكيشنز اللي تساعدك انك تمارس اللغه مع اجانب. اول واحد بلا منافس هو هالو توك. استخدمته لمده سنين وانا بتعلم ومارس الاسباني مع ناس، وبسببه كنت عندي فرصه ان يوميا اتكلم مع ناس سواء من اسبانيا او من امريكا الجنوبيه. الفكره بس فيه ان هو بيعتمد على العرض والطلب، وهفهمك يعني ايه دلوقتي. يعني لو انت بتتكلم عربي بس وعاوز تمارس انجليزي، ففرصك فيه ضعيفه شويه، لان ببساطه الشخص التاني اللي انت هتكلمه عاوزك برضه تعلمه لغتك، وللاسف مش ناس كتيره مهتمه تتعلم عربي. لكن لو انت الانجليزي بتاعك متوسط، فممكن تفيد حد فيه، وبالمقابل تتعلم لغه ثانيه او تمارس لغه ثانيه زي مثلا الالماني او الاسباني او الايطالي، ففرصك فيه قويه جدا. الفكره انك تبعت الناس عليه، بتعرض عليهم ان انت مثلا تساعدهم في الانجليزي وهم يساعدوك في الاسباني، وتتكلموا مثلا ساعه او نص ساعه في اليوم زي ما تتفقوا. بس صدقني في الاخر لو انت مش بتستخدم الابلكيشن ده فانت فايتك كتير جدا. تاني تطبيق لممارسه اللغات هو اي توكي. ده عليه ناس بروفيشنال اكتر، ولكن للاسف هو بفلوس، يعني ممكن تلجأ له كحل اخير لو خلاص مش لاقي اي حد على هالو توك ولازم تمارس اللغه في الفتره اللي جايه. نيجي بقى للفقره المفضله في الفيديو. لو انت مستواك متوسط في اي لغه وعاوز تطبيقات مش عشان تعلمك اللغه بشكل اكاديمي، لا عشان تحس انك بتمارس اللغه دي، يعني بتسمع وبتشوف كلمات جديده وبتشوف فيديوهات جديده وهكذا. اول واحد للانجليزي هو بي بي سي ليرنينج انجلش. بص ده حرفيا عالم كامل مصمم عشان انت تحسن الانجليزي بتاعك، وطبعا ببلاش. بجد انا مش فاهم ازاي ناس كتير مش بتستغله، مع انه كنز فعلا. عليه كورسات وفيديوز وبودكاست، حاجات فعلا لازم تستغلها. اما بالنسبه للاسباني فطبعا ارشح لك الRTVE. ده موقع التلفزيون الرسمي الاسباني، عليه كل حاجه بالاسباني ممكن تتخيلها، والميزه ان هي مكتوبه بالسبتايتلز او السبتيتلوس الاسبانيول كمان. لو خليته في روتينك اليومي لمده حتى ربع ساعه في اليوم الصبح او بالليل، هتحس ان انت فعلا بتمارس اللغه او بتسمع اللغه من اهلها فعلا. زيه بالظبط في الايطالي، هو الابلكيشن ده نفس الفكره بالظبط. اما بالنسبه للالماني فطبعا دويتش فيلي، عليه كل حاجه ممكن تخص الالماني، كورسات مجانيه ومصادر مجانيه لممارسه اللغه وفيديوز، كل حاجه عشان تحسن الالماني بتاعك. كده في الاخر متبقي لي اقول لك على حاجه واحده بس هتفيدك في كل اللغات اللي انت بتتعلمها، مش شرط لغه محدده، وهو طبعا جوجل بودكاست. ده ابلكيشن بتنزله على الموبايل او ويب سايت بتدخل عليه، وهو عليه بودكاست لاي حاجه في الدنيا، مش لازم لغات بس احنا طبعا هنستغله عشان نتعلم لغات. بتكتب اسم اللغه اللي انت بتتعلمها، هيطلع لك اي بودكاست اتعمل عشان يعلمك او يحسن لك اللغه دي من خلالها. من ضمنها كمان حاجات بتكون رسميه ومتقسمه مستويات، وفيها اوبشنز كتير قوي ان انت فعلا تساعدك تحسن الاستماع بتاعك. دي بالذات تنفع للناس اللي هم مواعيدهم صعبه شويه، ما يقدرش يسمع اللي هو في المواصلات او هو في العربيه، فليه ما تستغلش حاجه زي كده. المهم ان دي في الاخر خلاصه تجربتي مع كل الابلكيشنز دي. انا اضمن لك انك لو استغلتهم فعلا بشكل صح مش هتحتاج انك تاخد كورسات بعد كده في اي لغه.